السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله كده هنعمل مع بعض بقى العدس، حاجة في منتهى الجمال زي ما انتم شايفين كده، اللهم بارك. طبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول وهنخش كده مع بعض على الطريقة على طول. هنا طبعا كنت بوريكم معايا العدس ومعايا جزر وبصل وطماطم ومعايا توم ومعايا فلفل. وطبعا هنعمل جنبيه طبعا بقى ايه، بتنجان بقى بالدقة والليمون والخل، كده حاجة بمنتهى الجمال. ومعايا ربع كيلو من العدس وحوالي كده 100 جرام او 150 جرام من الشعرية. تمام. ومعايا الليمون طبعا والفلفل للبتنجان، وهنعمل مع بعض ان شاء الله كده احلى اكلة يعني في الشتاء دي، جميلة جدا جدا واقتصادية وموفرة، ويعني ما شاء الله اللهم بارك، حاجة في منتهى الجمال. اهم حاجه ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي، وبحبكم في الله جدا جدا، وبحب طبعا تعليقاتكم الجميله، ويا رب يدومكم نعمه في حياتنا، ويا رب دايما كده مع بعضينا كده مكملين ان شاء الله، وبالتوفيق والنجاح لينا اجمعين يا رب العالمين. حطيت طبعا الحله بتاعتنا كده على النار، وحطينا معلقه ايه من السمنه، الزبده المتوفره عندك هتضيفيه. طبعا العدس معروف عنه ان هو بيتعمل في الشتاء، يعني اكلة الشتاء فعلا، والشتاء بصراحة اكلاته كتير وجميلة وحاجات كلها مدفية وجميلة. نزلت كده بالجزر زي ما انتم شايفين، قطعته كده حلقان. طبعا الجزر بصراحة انا عايزة اقول لكم ان انا بحط في شوربة العدس دي بامانة، يعني بحط فيها بطاطس وبحط فيها كوسة، بس ايه بصراحة ما كانش عندي ولا بطاطس ولا كوسة، فحطيت جزر وحطيت بصل، وهحط طبعا ايه العدس، وهنحط الطماطم بتاعتنا. طبعا ما نكترش طماطم قوي عشان ما يحمرش معانا ويضيع ايه الصفاران بتاعه. والجزر بصراحة بيخليه مسكر فعلا وبيخليه جميل جدا، وكمان بيديله لون كده اصفر وجميل. وبرده ما نكترش من الجزر قوي عشان ما يسكرش معانا، يعني جزريتين كفايه وصغيرين، انا كنت حاطه جزريتين على فكره يعني مش كبار، كانوا صغيرين. وحطيت طبعا، نزلت بالعدس طبعا غسلاه ومصفياه ومنقينه، وهشوحهم كده على النار زي ما انتم شايفين كده بمعلقه السمنه اللي حطيناها، وقرن الفلفل بقى الحار. مش عايزه اقول لكم بقى على الجمال، وجميل جدا جدا. الطريقه دي جميله قوي وجربوها ان شاء الله تعجبكم. لما بتشوحي كده الخضار مع العدس بصراحة بيدي ريحة وطعم ونكهة جميلة جدا فيه. وعايزة اقول لكم بقى ايه، مش ما نقلبش كتير قوي وننساه على النار عشان ايه ما يتحرقش برضو مننا، يعني نخلي بالنا من النقطة دي. بقلب بالشكل ده اهو لحد بس ايه كده كله ما يشرب من بعضيه بمعلقة الزبدة اللي احنا حطيناها ويشرب بقى من الطماطم، ويشربوا كلهم من بعضهم، ومن البصل ومن الثوم والفلفل والحاجات اللي احنا حطيناها كلها. العدس طبعا هحط طبعا، هنزل بالميه السخنه زي ما انتم شايفين كده، نزلت بميه سخنه عليه كده على طول، وهسيبه بقى يستوي على النار. هنحط له طبعا الملح بتاعه، وهنحط له ما بيحب العدس بالذات عشان تبقوا عارفين مش بيحب التوابل كتير، يعني التوابل بتاعته بتبقى قليله جدا. بنحط مثلا ايه يعني ملح، ماجي، فلفل اسمر، معلقه كمون، معلقه من البهارات، 7 بهارات بس مش اكتر من كده. احنا حاطين طبعا توم فريش وحاطين بصل فريش، فمش محتاجين ولا توم باودر ولا بصل باودر. وده اللي انا هعمله دلوقتي، هحط الملح ومعلقه من الفلفل الاسمر وخلاص على كده. حابه بقى انت تضيفي شطه، تضيفي اضافات تانية، تضيفي بقى اي حاجه، دي حاجه ترجع ايه ليك انت. وحطيت معلقه صغيره من الكمون. تمام. وايه وهقلب بقى، وهحط طبعا ورق غار او ورق لورا، هحطه كده بصراحه بيخلي له ريحه حلوه قوي وبيبقى جميل جدا بصراحه ربنا، بيبقى بمنتهى الجمال. هحط له ايه ورقتين كده من ورق اللورا او ايه يعني، ولو عندك بقى ممكن حبهان برضو في، يعني حبهان اللي هو الحب ده ممكن تفتحيه وتحطي حبيتين منه برضو بيدي ريحه جميله او فيه. حطيت كده ورق اللورا وهقلبه واغطيه بقى واسيبه ايه يستوي. تعالوا بقى مع بعض نعمل البتنجان بتاعنا الجميل. عايزه اقول لكم بقى طبعا عدس من غير بتنجان ولا بصل يبقى مش عدس بقى، يبقى حاجه تانية. فلازم نعمل جنبيه بقى ايه بتنجان مقلي كده. هعمل بقى بتنجان زي ما انتم شايفين كده، هنقليه. طبعا بتنجان عشان يبقى طري معاكي وقلبه ابيض وما يبقاش محروق من بره ولا ينشف منك، عايز نار هاديه، ما تخليش النار عاليه عليه. هدي النار على قد ما تقدري، هتلاقيه استوى معاكي وهيبقى في منتهى الجمال، وهيبقى قلبه ابيض من جوه وهيبقى طري بالشكل ده. طبعا بنفتحه كده الفتحة دي، انا بحب افتحها بصراحة فيه عشان قلبه يستوي
وكمان يبقى سهل معايا وانا باجي يعني احط فيه التتبيله بتاعته، ويبقى ايه سهله عليا بالشكل ده. طريقه جميله ومنتهى الجمال. بحبكم في الله جدا جدا طبعا زي ما قلت، بحب تعليقاتكم، وعايزين كده لايكات بالله عليكم كده، وشدوا حيلكم معانا شويه، ويا رب دايما كده مكملين بعضينا، وان شاء الله كده بالنجاح والتوفيق لينا اخواتي من بره مصر وجوه مصر. والله بحبكم في الله جدا جدا، وطبعا بحب تعليقاتكم والله، وعايزه دعوه حلوه من قلوبكم كده الجميله، بالنجاح والتوفيق لينا كده، وبالخير اجمعين لينا يا رب. هوريكم طبعا هنا العدس بعد ايه ما سبته بقى ايه شويه، وقلنا البتنجان بتاعنا اهو. بصوا ما شاء الله استوى، هو كده داخل على سوق خلاص. طبعا انا شفت لقيت البصل فاضل له يعني شويه ويستوي قوي، فانا هسويه تاني كمان شويه. طبعا نخلي بالنا من العدس، اول ما نحس ان الميه ابتدت تقل منه نحط له كوبايه من الميه تاني، ونوطي النار عليه، ما نخليش النار عاليه قوي عشان الحله ما تحرقش مننا. كده انا بقول لكم ان هو استوى. طبعا انا ما عنديش الهاند البلندر، فانا هضربه في الخلاط اول ما يبرد خالص، هضربه في الخلاط. طبعا هعمل الدقه هنا في الجرن. مين فاكر الجرن ده يا جماعه؟ الهون ده طبعا اكيد كلنا عارفينه. حطيت فيه الفلفل الاحمر والثوم، وحطيت طبعا معلقه من الكمون والملح، ومعلقه كزبره صغيره، وهدوقه. طبعا ما بحطش الليمون ولا الخل الا بعد ما بدوق الثوم انا بحب بصراحه الدقه بتاعه البتنجان اعملها كده في الهون، بتبقى خشنه شويه كده عن الخلاط، ويعني انا بحب بصراحه اعملها. طبعا الهون ده اكيد عارفينه كلنا، ياما عملنا في زمان كفته بقى، ومش عايزه اقول لكم بقى ما شاء الله عندي بقى له قرن، يمكن بصراحه بقى له سنين بصراحه الحمد لله. حطيت بقى عصرت الليمون راخر كده. طبعا بصراحه عايزه اقول لكم بقى الدقه بتاعت البتنجان لما بتحط لها خل وليمون بتبقى جميله جدا، والكمون بصراحه اهم حاجه فيها، والثوم طبعا، وفلفل احمر كده بيخليها جميله قوي بصراحه. لو طبعا هقطع طبعا طماطم كده، احنا بنحب الدقه عليها طماطم بالشكل ده اهو. لو عندك طبعا معلقه هريسه هتحطي. بصراحه انا بحب اعمل الدقه بتاعته كده يعني فريش كده على طول، بجيب الفلفل واعمله على طول. بصوا قلب البتنجان بقى زي ما قلت لكم ابيض ازاي ومستوي وماسكه نفسها ومش محروقه من بره، وقلبها ابيض وجميله جدا. بحط الدقه كده على طول وهي سخن بصراحه، يعني ما تخليش البتنجان يبرد منك وتحطي فيه الدقه بتاعته، لا هو سخن كده على طول حطي الدقه فيه. بصراحه بيشرب الدقه بتاعته، بيبقى جميل جدا وبيبقى حلو قوي بصراحه. احنا بنحبه بصراحه. عايزه اقول لكم الطماطم دي بتبقى جواه جميله جدا. هنا بقى ضربت العدس زي ما شفتوا بعد ما برد، ضربته في الخلاط كنت بوريه لكم. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، اصفر وجميل جدا. هحط بقى ايه معلقه كده من الزبده، وهنحمر الشعريه. عايزه اقول لكم في ناس بتحط له لسان عصفور، في ناس بتحط له رز، وفي ناس بتحط شعريه. احنا بنحط شعريه بصراحه. في الخطوه دي العدس اللي شايفينه كده، ممكن انت عايزاه بقى شوربه عدس من غير اي حاجه، هي بالطريقه دي خلاص هتحطيها على النار تقلب قلبه كده، وتحط لها ايه وتوضبيها بقى بالتوابل بتاعتها. لو عايزه احط لها توابل تاني، عايزه تحط لها بقى ماجي وكده. هنا حمرت الشعريه زي ما انتم شايفين، زي ما محمره بالرز بالظبط، ونزلت على العدس بيها بالشكل ده. عايزه اقول لكم جميله، وريحتها بتبقى ما شاء الله، ريحته بتبقى قلب الدنيا. بالطريقه دي جربوه والله ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. العدس مفيد جدا جدا، وزي ما اهالينا قالوا لنا زمان لحمه الفقير هي العدس. صراحه هو جميل جدا. احنا يعني انا بصراحه وعيالي الحمد لله بنحبه جدا جدا. حطيت بقى ايه واحده من الماجي كده، وطبعا دقت الحقيقه بتاعه، طبعا حقيقه مظبوط، التوابل بتاعته حلوه وجميله. طعم العدس فيه جميل جدا باين كده. وطبعا العدس طول ما هو على النار عايزين بقى ايه تقلبي كده، كان خلاص ما شاء الله استوى ونزلته بقى. طول ما هو على النار تقلبي فيه، ما تسيبوش خالص عشان ما يتحرقش منك ويشيط من القعر، لان العدس بالذات بيركن كده في القعر والنار بتمسك فيه فبيروح شايط. هنا كنت بوريلكم بصوا عامل ازاي. لو انتي زي ما قلت مش حابه تحطي الشعريه، زي هتعملي كل الاضافات اللي انا عملتها دي، ومش هتحطي الشعريه تضربيه بالخلاط زي ما انا ما عملت وكده. خلصت طبعا كده اكلنا كان خلص، وكان اكلنا في منتهى الجمال. جبنا بصل اخضر فلفل، وعملنا البتنجان بالدقه. مش قادره اقول لكم بقى كان احلى غدا والله بامانه.
بألف هنا وشفا اللي كل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو بسيط وخفيف، بس حبيت طبعا ان احنا نطلع معاكم ونشوفكم وتشوفونا ونسمعكم وتسمعونا كده. وبحبكم طبعا في الله جدا جدا. طبعا بعيش طري بتاكليه بالعيش الناشف زينا كده. احنا بنحب عايزه اقول لكم ان احنا بنحب نسقي فيه كده، بنكسر العيش كده ونحط كده بالمعلقه وبناكل بصراحه انا وياه. وما شاء الله بألف هنا وشفا. تاكليه بالمعلقه تاكليه عايزه يعني بصراحه هو في كل الحالات جميل جدا. أكلة مغذية وأكلة مفيدة، وفي الشتاء كمان بتدفينا واقتصادية جدا. ربع كيلو العدس مش غالي قوي، والبتنجان طبعا مش غالي قوي، وما كلفناش نفسنا كتير، وعملنا أحلى غدا ما شاء الله اللهم بارك. حاجة بمنتهى الجمال. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من أنا وبناتي. وطبعا بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم الجميلة. وما تنسوناش كده بدعوة حلوة من قلوبكم، وبالنجاح والتوفيق لينا واخواتي من جوه مصر وبره مصر. والله بحبكم في الله جدا جدا. ويا رب يكون العدس طبعا عجبكم. واحبكم في الله جدا. طبعا كنت باكله بالعيش الناشف اللي انا غبسته معاكم. كانت واحده حبيبتي كتبت لي برضو في التعليقات، قالت لي يا سلام على العيش الناشف مع العدس ده، بيبقى جميل جدا فعلا حقيقي، بيبقى جميل جدا. احنا بنحبه جدا بالعيش الناشف. وبحبكم في الله، مع الف سلامه، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.